علشان ما تخافش ولا يحصل قلق ولا اضطراب في حياتك. تابعنا على فكرة وشوف الفيديوهات اللي عدت واتفرج على الفيديو ده، وما تتضايقش لو انا جايبه لكم اكتئاب يا جماعه، بس هعمل ايه؟ صدقوني مسلسل فات الميعاد ده يعني بالنسبه لي غير برضو حاجات كتير زي مهرائيل، وانا كنت عايزه اتكلم عليه في هنت بسيط فاخدت الخوف. تابعونا واعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب وشير، ولو حد حابب يشير لاصحابه او يشير لناس في حياته وهما سببوا له خوف ويقولوا له احنا ما كناش عارفين نعبر التعبير اللي بسمه وصلته لنا في الفيديو، يعملوا كده ان شاء الله. الخوف ده بالنسبه لنا مش موجود خالص طول ما بسمه موجوده وبتتكلم على حاجات تعمل لنا تعافي وريكونستراكشن في حياتنا. عشان كل اللي جاي انا مش عارفه ما اوعدكوش، بس بجد انا مش واثقه في اللي جاي ان انا ممكن اتكلم على حاجات ما يكونش فيها خوف ولا اضطرابات في العلاقه. بس انا واثقه ان انا في فيديو عاملاه كده قدام البحر بيتكلم عن كلمه شكرا، هو هيعجبكم قوي، كله طاقه. شوفوه وعايز اسمع ارائكم في الكومنتات.